على بركة الله باش نبداو نحضروا سلسلة حلو العيد. اليوم باش نبدا معاكم بالكعك عنبر وكعك لوز ب 300 جرام باش نحضروا 28 كعبة. شوفوا ما شاء الله قديش وشوش. يلا نعمل وصفة مع بعضنا. أول حاجة باش ناخذ اللوز ناعم ونزيد معاه سكر ناعم، وبعد باش نعجن العجينة متاعنا بزوز أصفر بيض. هنا باش نزيد راهو روح العنبر، نص ملعقة صغيرة من روح العنبر، نسيت ما صورتها لكم، مش باش نلموا العجينة متاعنا بالطريقة هذيك. بعد باش نعجنوها بالكف أو في البتران، تعجنوا بين 5 إلى 10 دقائق حتى تحصلوا على عجينة ملساء، وهذا سر باش العجينة متاعنا ما تجيش من الكعك متاعنا بليتو ما يجيش مشقق. بالنسبة للحشوة باش ناخذ بيستاش ناعم، فستق ناعم، ونزيد معاه سكر أرطب، ونعجن بزوز أصفر بيض. باش نزيدوا بشوية بشوية، راهو ما نزيدوش الكل مع بعض، وحتى نتحصلوا على عجينة ملساء. باش نزيدها شوية من عجينة اللوز اللي عندي القبيلة، ناخذ منها شوية ونعجنهم بالكدا مع بعضهم، ونخبيهم في زيبلوك باش ما يشيحوش. بالنسبة لتشكيل الكعك عنبر بالفستق كي نعملوا شكله كيما في الفيديو، راهو كيما نشكلوا المقروط متاعنا، وباش نلموه بالكدا ونقصوا كل كعبة بول يلزمها تكون 18 جرام. وباش التشكيل راهو كيما في الفيديو كيما هكاكا، باش يجي في الوسط نلقاو في الوسط البيستاش. وبعد باش نشكلوه باش نحطوه في سكر ناعم ونحطوه في طبق الطهي اللي باش نطيبوا فيه يعني. وبالنسبه لكعك اللوز باش ناخذ الباقي نتاع عجينه اللوز نتاعنا، باش نشكلوا كيما في الفيديو، باش نعملوا كعبات الكعك نتاعنا، وباش ندهنوها بشويه ابيض بيض، وبعد نرشقوا كعبات الفستق كيما هكاكا، ونطبخوهم على فرن ساخن على 150 مده هكاكا بين 10 و 15 دقيقه. عسوا على الفرن نتاعكم باش ما يتحرقوش. سلام.